السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نكمل مع بعض بإذن الله ان النص التاني من الدرس الأول، درس الحضارة والتاريخ، ونركز في الفترة أو في الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، لأن ده حوالي 85% من أسئلة الدرس ده بتيجي على الجزء اللي هنشرحه النهاردة. وطبعا ال 15% او ال 20% تبقى على النص الاولاني. فنركز في اللي احنا هنقوله دلوقتي لانه هيبقى كلام مهم جدا جدا جدا. هنتكلم ونبدأ بفترة اسمها العصور التاريخية. العصور التاريخية دي هي الفترة اللي بدأت باختراع الإنسان للكتابة. الإنسان بدأ إن هو يخترع الكتابة، وبدأ إن هو يستخدمها في تسجيل الأحداث الحياتية أو اليومية في حياته، ويستخدمها في كل مظاهر الحياة، اللي هو يبدأ ان هو يسجل ويدون كل اللي بيحصل. المؤرخين بدأوا ان هم يقسموا الفترة دي او العصور التاريخية لأربع مراحل. أول فترة بنسميها العصور القديمة. العصور القديمة بدأت من أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد، والفترة دي طبعا اللي هي بداية اختراع الإنسان للكتابة لحد عام 476. و476 ده هو سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه، لان طبعا الامبراطوريه الرومانيه كان في امبراطوريه رومانيه شرقيه وكان في امبراطوريه رومانيه غربيه. احنا بنتكلم على النص اللي هو الامبراطوريه الرومانيه الغربيه اللي كانت عاصمته روما. الفترة دي أهم الملامح والسمات المميزة ليها هي إيه؟ أول حاجة هي اكتشاف الإنسان للزراعة. بدأ الإنسان إن هو يزرع، لقى في مية ولقى في طينة فبدأ إن هو يزرع. وطبعا الزراعة علمت الإنسان حياة الاستقرار، إن بقى ليه مكان ثابت وبقى ليه مكان بيشتغل فيه. تاني حاجة معرفة الإنسان للكتابة. بدأ الإنسان إن هو يعرف الكتابة ويسجل أحداث اليومية اللي بتحصل معاه في حياته. تالت حاجة وهي بناء المقابر والمعابد. بدأ الإنسان بدل ما كان بيعمل حفرة ويدفن المتوفي فيها، لأ، بدأت يتغير الشكل ده عن طريق بناء المقابر. المقابر اللي هي شبه الأهرامات مثلا، او الاوض اللي بتبقى تحت الارض، اوضه او اوضتين كده تحت الارض، او حتى المعابد اللي هي بتبقى فوق الارض بقى، معبد مفتوح وواسع كده عادي خالص. فدي من اهم التطورات اللي حصلت. زائد فوق كل الكلام ده الفترة بتاعة العصور القديمة شهدت حضارات كتيرة جدا، بنسميها حضارات الشرق القديم وحضارات حوض البحر المتوسط، يعني الحضارات اللي بدأت تظهر على جانب البحر المتوسط. عندي حضارات شرقية زي مثلا العراق ومصر وفينيقيا. عندي حضارات غربية في نفس الفترة زي حضارة اليونان والرومان. كل دي حضارات بدأت انها تظهر، بالإضافة إلى حضارات زي حضارة بلاد فارس. كل دي حضارات شرقية وغربية كانت موجودة في العصور القديمة. فالفترة دي كان فيها تطور حضاري كبير جدا. زائد ان فترة العصور القديمة كان بدأت تظهر فيها اليهودية والمسيحية قبل الميلاد طبعا، واستمرت لحد ظهور اليهودية والمسيحية. زائد انت لو جيت تبص على نهاية العصور القديمة فانت هتلاقيها انتهت بتغيرات سياسية وعسكرية كبيرة، وهي طبعا سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي بالتحديد. زائد ان لو جيت تبص على اخر حضارة في العصور القديمة كانت الحضارة الرومانية الغربية، اللي هي بنسميها بين قوسين كده روما. دي اخر حضارات العالم القديم. تمام، ده بالنسبة لكل ملامح العصور القديمة. طيب نبدأ نشوف حاجة تانية وهي اسمها العصور الوسطى. تاني فترة هنتكلم عليها اسمها فترة العصور الوسطى. تعالوا نشوف العصور الوسطى بتبدأ امتى وبتنتهي امتى. العصور الوسطى بتبدأ بنفس النهاية بتاعت العصور القديمة. يعني العصور القديمة انتهت 476، دي بتعتبر بداية العصور الوسطى من 476 لحد 1453. والحدث ده او السنة دي بالتحديد كان فيها فتح القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية طبعا على يد السلطان العثماني الشاب محمد الثاني، اللي لقب بسبب قيامه بفتح المدينة دي لقب باسم محمد الفاتح. وده أدى إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي كانت عاصمتها هنا بقى القسطنطينية.
قسطنطينية دي كانت مدينة مهمة جدا في العالم، لدرجة ان نابليون بونابرت قال انا لو احتليت العالم كله هاخد من مدينة القسطنطينية دي عاصمة ليا، هقعد في القسطنطينية واحكم العالم كله. وطبعا حاول المسلمون ان هم يفتحوها قبل كده كتير، ولكن كانت محاولات فاشلة لحد لما نجح محمد الثاني في فتح القسطنطينية. طيب ايه اهم الملامح اللي حصلت في الفترة دي؟ الفترة دي كان فيها انتشار كبير جدا للمسيحية، كان في سيطرة للمسيحية بشكل رهيب، وانتشرت المسيحية بشكل كبير. فركز في الأسئلة، لما يقولك ظهرت المسيحية في أهني فترة هتقوله في العصور القديمة، لكن لما يقولك انتشرت المسيحية في أهني فترة هتقوله في العصور الوسطى. تاني حاجة، سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى نواحي الحياة. الكنيسة في الفترة دي كانت بتسيطر على كل حاجة، لدرجة ان احنا كنا بنسميها باسم المسيحية السياسية، بسبب سيطرة الكنيسة على كل الامور. لدرجة ان كان الملك عشان يتم الاعتراف بيه كملك في اوروبا كان لازم يروح الكنيسة، ولازم رجال الدين اللي هناك يغيروا له لبسه بقى ويلبسوه الروب ويحطوا له التاج فوق دماغه عشان تبقى ملك. لكن لو ما حصلش الكلام ده ولا حد هيعبرك. فده بيوضح لك قد ايه الكنيسة كانت بتسيطر على كل حاجة. تالت حاجة، قيام نظام الإقطاع. نظام الإقطاع ده يعني كان في فئة معينة، عدد قليل من الناس كان هو اللي بيمتلك وبيحكم وبيسيطر على كل حاجة. تلاقي مثلا النبلاء أو الفرسان كانوا بيسيطروا على أراضي زراعية كتيرة جدا، وبيشغلوا الناس عندهم وبيظلموهم وما بيدهمش أجور كمان. ده كانت فترة الإقطاع. كمان سيطرة الجهل والتخلف، يا سلام اديني بقى في الجهل والتخلف اللي كان في أوروبا في الفترة دي. أوروبا اللي هي دلوقتي بلد العلم والتقدم والحضارة والرقي والإنسانية بين قوسين يعني. فأوروبا كانت بتعيش فترة في الفترة دي كلها جهل وتخلف، كانش عندهم علم ب2 جنيه على بعض، لدرجة إن اللي كان بيكتشف علاج أو دواء في الفترة دي كانوا بيتهموه بالسحر. يعني لو ظهر عندهم عالم مثلا قال لهم يا جماعة أنا اكتشفت علاج لمرض معين، كانوا يقولوا له انت هبل يا ابني، علاج ايه اللي انت اكتشفته ده؟ انت عايز تعترض على إرادة الرب؟ انت مجنون، امسكوه احبسوه. انت الرب اصاب الانسان بالمرض ده عشان يموته بيه، هتيجي انت بقى تكتشف علاج للمرض؟ انت كده مجنون، انت كده بقيت ملحد. ده الفترة بتاعت سيطرة الكنيسة في اوروبا، والوضع في اوروبا كان عامل ازاي. فالدنيا كانت عندهم زي ما انت شايف. رابع حاجة، ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. الإسلام بدأ يظهر، وسيدنا محمد بدأ يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، ويبعت للملوك والأمراء بيدعوهم للإسلام في العالم وهكذا. وانتشار الفتوحات الإسلامية، بدأت الفتوحات الإسلامية تنتشر في كل مكان، في العراق، في الشام، في فارس، في خارج شبه الجزيرة العربية، كل دي كانت منطقة فتوحات. زائد كمان ازدهار الحضارة العربية والإسلامية. ازدهار الحضارة العربية والإسلامية من الصين شرقا للأندلس غربا، من أبعد حتة في آسيا من ناحية الشرق لأبعد حتة في أوروبا من ناحية الغرب، الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا. فالإسلام كان منتشر في 3 قارات، 3 آسيا وإفريقيا وأوروبا كمان. فترة انتشار عظيمة للإسلام. فأنت شايف كل ده بقى في الفترة اللي كانت بتعيش فيها أوروبا جهل وتخلف. أوروبا كان فيها ظلم، وكان فيها نظام إقطاع، وكان فيها فوارق اجتماعية بين الناس مش زي بعض، لحد ما انتهت فترة العصور الوسطى بسقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وكانت عاصمتها القسطنطينية. فكده الغربية سقطت في العصور القديمة، والشرقية سقطت في العصور الوسطى. ده بالنسبة للجزء ده. فأوروبا كان بيسيطر عليها كده تقدر تقول الطابع الديني. الفترة دي كلها أصلا بتاعت العصور الوسطى بتتميز بالطابع الديني سواء للمسيحية أو الإسلام، وكان فيها كمان تعصب مذهبي خاصة للمسيحية. زي ما قلت لك كانت بتسيطر على كل حاجة وأي حاجة حرفيا. تمام. تعال نشوف عندك حاجة ده بقى اللي هي إيه؟ فترة العصور الحديثة. فترة العصور الحديثة دي بتبدأ من 1453 لحد 1914.
1453 اللي هي سقوط القسطنطينية، لحد 1914 اللي هي قيام الحرب العالمية الأولى. الفترة دي بقت بنسميها باسم العصور الحديثة. تعال نتكلم بقى شوية عن العصور الحديثة ونعرف أهم الملامح اللي حصلت في الفترة دي. أول حاجة، ودول طبعا لازم يتحفظوا بالترتيب، لازم، لأن كل واحدة بتؤدي إلى التانية بالترتيب كده. أول حاجة حصلت بيقول لك ظهور النهضة الأوروبية. النهضة الأوروبية طبعا بدأت أوروبا تتخلص من الجهل والتخلف اللي كانت بتعيش فيه، وبدأ يحصل تقدم للغرب وتأخر للشرق. يعني إيه؟ يعني بدأ الغرب إن هم يبقى عندهم الحضارة والعلم والتفوق، وبدأنا إحنا في الشرق يعتبر كارثة على الشرق فعلا، لأن إحنا أهملنا العلم وأهملنا التطور وأهملنا كل الكلام ده في الوقت اللي كانت في أوروبا بتبدأ إنها تتقدم بقى. اسمها النهضة الأوروبية. طب النهضة الأوروبية أدت إلى إيه؟ أدت إلى حدوث الثورة أو قيام الثورة الصناعية. الثورة الصناعية دي اللي هي الآلات، المكن، أو بنسميها ميكنة الإنتاج وظهور الآلة. بدأت الآلات تحل محل الإنسان، بدأت الآلات تنتشر بشكل كبير جدا في قارة أوروبا. فعشان كده بنقول الثورة الصناعية. الثورة الصناعية طبعا بدأ يتم التخلي عن القوى العضلية، كان الإنسان هو اللي بيشتغل على إيده، وبدأت الآلات تشتغل مكان الإنسان. طيب الثورة الصناعية دي ما النتائج المترتبة عليها؟ أدت إلى قيام حركة الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية اللي هي الاكتشافات بقى. احنا دلوقتي عايزين مواد خام نشغل بها الآلات بتاعتنا دي، طب هنجيب منين؟ قال لك خلاص نطلع نحتل مناطق جديدة خارج أوروبا ونسيطر عليها، وده بيتسمى باسم الاستعمار الأوروبي. لما يقول لك مثلا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ده كان في العصور الحديثة، لأن ده يعتبر كشوف جغرافية. لما يقول لك ان العصور الحديثة كانت بتتميز بإيه؟ هتقول له كانت بتتميز بالطابع الاقتصادي، لأن كان بيتم فيها البحث عن المواد الخام. عشان كده الاستعمار حصل، والدول الأوروبية بدأت تستعمر الدول اللي في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، كل الكلام ده. كمان الفترة دي أو ما النتائج المترتبة على الكشوف الجغرافية؟ أدت إلى قيام الاستعمار الأوروبي. بعد ما لقوا المكان قالوا خلاص ماشي، احنا لقينا المواد الخام دي في افريقيا، لقينا المواد الخام دي في اسيا، لقينا المواد الخام دي في امريكا الجنوبيه، تمام اكتشفناها خلاص. طب ما يلا بينا بقى نحتلها، يلا بينا نعمل استعمار اوروبي هناك ونروح نسيطر على وننهب الموارد والمواد الخام بتاعت البلاد دي، عشان طبعا يظبطوا النهضه الاوروبيه والثوره الصناعيه اللي كانت عندهم. تمام. طيب انتهت الفترة بتاعت العصور الحديثة بإيه بقى؟ انتهت بالحرب العالمية الأولى طبعا. الحرب العالمية الأولى أول ما بدأت تظهر أو أول ما قامت يعني إيه؟ بدأت فترة جديدة تانية خالص بنسميها باسم العصور المعاصرة. العصور المعاصرة أو التاريخ المعاصر دي الفترة اللي هي ما بعد الحرب العالمية الأولى، يعني من سنة 1914 لحد دلوقتي، احنا في 2025 دلوقتي. يبقى الفترة اللي احنا بنعيشها دي اهني فترة من التاريخ او اي فترة من التاريخ. هتقول لي فترة التاريخ المعاصر. طب تعالى نشوف التاريخ المعاصر او فترة التاريخ المعاصر بتتميز بايه. الفترة دي بنسميها باسم عصر التناقضات. عصر التناقضات يعني ايه؟ يعني في الحلو وفي الوحش الاتنين مع بعض موجودين. فمثلا نشوف ان نتكلم عن الايجابيات طبعا، الحاجات الكويسه اللي احنا بنعيشها حاليا. ظهور حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. بدأت الفترة دي تتخلص الدول من المحتلين، فبدأت مصر تطرد الاحتلال البريطاني، فرنسا تطرد الاحتلال الفرنسي، ليبيا تطرد الاحتلال الايطالي، عقبال ان شاء الله باذن الله فلسطين ما تطرد الاحتلال الاسرائيلي. طيب تاني حاجة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية المتنوعة. احنا بنعيش فترة تطور معلوماتي وتكنولوجي كبير جدا. الموبايل اللي انت ماسكه دلوقتي في ايدك وبتسمع من عليه الحصة،
ما هو ده من ضمن الثوره المعلوماتيه اللي احنا فيها حاليا، ان انت قاعد في بيتك دلوقتي ماسك موبايل في ايدك وقاعد تسمعني دلوقتي. فدي ثوره معلوماتيه كبيره. دلوقتي بقى بيجي لك اشعار على الموبايل، حد عمل لك كومنت او لايك، فبيجي لك في نفس اللحظه اللي بيعمل لك فيها ده تطور تكنولوجي. التليفون الايفون، وسائل الوصول للفضاء مثلا، سفن الفضاء وكده، ده اسمه ثوره معلوماتيه وتكنولوجيه واختراعات علميه متنوعه. ما كانش حد يصدق الكلام ده زمان، ما كانش حد يصدق ان هيبقى فيه الكلام ده اصلا. تالت حاجة، هبوط الإنسان على سطح القمر. الإنسان بدأ إن هو يكتشف كواكب جديدة، وبدأ إن هو كمان يصل إلى القمر. ده الإنسان طلع بره الكرة الأرضية أصلا ووصل إلى الفضاء. بقى بيقول لك في حياة على الفضاء، وسفن بقى، ووكالة ناسا، وليلة طويلة كده. الحاجات دي كلها تطور وتقدم علمي وتكنولوجي رهيب بنعيشه حاليا. فعشان كده بنقول عليها فترة ايه، دي ايجابيات، دي حاجات كويسة جدا، ماشي، جميل جميل. طيب يبقى وصلت الحضارة الى قمة التطور، ووصل الانسان الى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية. بدأنا فيها استخدام الروبوتات والقمر الصناعي والليلة دي كلها. لكن الحلو ما بيكملش. ازاي؟ الفترة اللي احنا بنعيشها برضو فيها سلبيات كتيرة جدا. زي ايه؟ زي الحروب العالمية المدمرة للبشرية. الحروب العالمية اللي بتقضي على الأخضر واليابس، زي الحرب العالمية الأولى. خد الكبيرة الأكبر منها، الحرب العالمية الثانية، مات فيها 60 مليون بني آدم. مش هكلمك بقى عن الحروب الصغيرة بقى، زي الحروب بتاعت روسيا وأوكرانيا، الحروب بتاعت فلسطين وإسرائيل اللي بتحصل دلوقتي وانت بتسمع الفيديو في 2025. كل ده موجود دلوقتي. حروب عالمية مدمرة تنسف ناس كتير، أرواح كتير بتموت. كمان عندك تلوث البيئة. تلوث البيئة ده من خلال برضو اللي هي انتشار الأمراض الخطيرة، وتلوث البيئة، وتلوث المية، وتلوث الهواء، والاحتباس الحراري، واختراق الأوزون، طبقة الأوزون طبعا، ثقب الأوزون. فبنعيش برضو فترة كلها تلوث. فوق كل الكلام ده في كمان تفشي الأمراض الخطيرة. الأمراض الخطيرة زي كورونا مثلا، فيروس كورونا، ما هو ده مرض اجتاح العالم كله. ما هو احنا ما كناش نسمع الكلام ده زمان. كلم كده جدك كده، او لو ربنا يديه الصحه يعني 80 سنه ولا بتاع، هيقول لك ما كانش عندنا الكلام ده خالص. ما كانش عندنا لا الاحتباس الحراري بقى، ولا كنا نسمع عن الكلام ده خالص، لانها كانت فتره ما فيهاش امراض بقت، وما فيهاش الليله دي كلها. فده بالتفصيل اللي هو الجزء الثاني من الدرس. لو ركز على الحته الاخيره اللي هختم لك بها الدرس دي بقى. لو ركزت على نهايه كل عصر، كل فتره انا قلتها لك دي، بسبب مثلا سقوط روما في العصور القديمة، سقوط القسطنطينية في العصور الوسطى، الحرب العالمية الأولى في العصور الحديثة، هتلاقي إن العامل المشترك والعنصر الرئيسي المحرك لانتهاء وبداية فترة جديدة، هتلاقيه هو التغيرات والأحداث السياسية اللي كانت بتحصل. كل فترة كان بيبقى فيه تغير سياسي معين، فكان بنهاية كل فترة من الفترات دي. وبكده نخلص او الدرس الاول بالكامل. ان شاء الله نبقى ناخد اسئلة عليه قدام، وان شاء الله تكونوا فهمتوا والدرس يكون باذن الله سهل. اشوفكم باذن الله الدرس الجاي. كان معكم استاذ عبد المجيد الصاوي، مدرس التاريخ للثانوية العامة.